بس بشوف حاجه على اليوتيوب يعني خالد الغندور. يعني انا كنت في اجازه بقى ومسافر وانت عارف. ايوه. فبتفرج على الحاجات اللي هو بيقولها دي، بس بفتح يعني كتبت سيد عبد الحفيظ على اليوتيوب طلع لي خالد الغندور. قلت انا غلطت ولا ايه؟ كتبت سيد عبد الحفيظ طلع لي خالد الغندور. ففهمت ان هو بيتكلم عليا كتير قوي. فمن الحاجات كل حاجه مقبوله. ينتقدني يعني حقه. حقه الا حاجه واحده بقى. لقيته مره يعني من الحاجات اللي انا تصفحتها بقى كده، لقيته يقول لي معلش يا كابتن سيد، يعني مش انت اللي تتكلم على بندق. فما فهمتهاش. فرجعتها تاني. مش انت اللي تتكلم على بندق، ده عباره عن ايه يعني هل انت مثلا يعني كنت مثلي الاعلى واحنا صغيرين مثلا، او رجلي كانت بتخبط في بعضها وانا رايح العبك مثلا في الزمالك، او كنت بجيب اصحابي واقول لهم تعالوا النبي يعني هات 50 قرش وهات جنيه عشان هنروح نتفرج على بندق، يعني على كابتن خالد غندور يعني كابتن خالد. يعني بتزعلني الحاجات دي. يعني الحاجات دي